لو سمحتي يا انسه، ايه في حاجه؟ حضرتك ايه؟ انا فلوسي وقعت ومش من هنا، وعايزه بس ان شاء الله 50 جنيه اروح انا مش عارفه ايه امور الشحاته دي، هي ايه؟ دي شركه نظيفه يعني، انت واقفه قدام عماله تشحتي، ايه القرف ده؟ انا ما إيه؟ بشحتش، انا فلوسي وقعت. وقعت؟ انا هو اليومين دول كلها فلوسها وقعت والنبي الفلوس وقعت، اصل مش عارف ايه، اصل مش قادره اروح البلد. اعتبريها سلف وهجيبها لك تاني والله. يا شيخه الاشكال دي مش عارفه ايه ده. لو سمحتي لو سمحتي، نعم. الفلوس دي وقع منك؟ كمان عايزه تسرقيني؟ لا اله الا الله، انا مش عارفه الاشكال دي ايه. لو سمحت يا بيه، لو سمحت، لو سمحت، انا مش من هنا وفلوسي وقعت وعايزه اروح ومعيش فلوس اروح، عايزه 50 جنيه بس اروح بيها. لا شكرا والله، الله يسهل لك حاجه. لو سمحت، والله اعتبرها سلف، انا بس لولا الظروف اللي انا اتحطيت فيها والفلوس بتاعتي ضاعت. وانت ايه اللي موقفك المكان ده اصلا؟ يعني ده مش فاهم انت ايه اللي موقفك هنا. انا قلت ولاد الحلال ممكن يساعدوني. ايه يا ستي، روحي شوفي بتعملي ايه. غريبه دي والله. يا بيه في فلوس وقعت منك. انت كمان خدت فلوسي؟ عالم غريبه. يا رب. لو سمحت ايه يا ماما؟ بقول لحضرتك انا مش من هنا وكيسي وقع وفلوسي كلها راحت بس محتاجه 50 جنيه الله يخليك. بص يا امي، انا والله جاي اقدم على الشغل والدنيا اصلا معايا مش احسن حاجه يعني ان شاء الله والله ربنا يعني هيتقبل وهتشتغل ان شاء الله. بص، هي ال 200 جنيه دي اللي معايا، ربنا يخليك فانت والله. خديها انا بس عايزه 50 جنيه بس اروح بيها والله. مش مشكله كده كده ربنا هيرضيني يعني، فانت خلي 200 جنيه دي معاكي وربنا هيسهل يعني. ربنا يخليك ما تحرمش منك. شكرا قوي. لو سمحت أيوة. الفلوس دي وقعت منك؟ لا طبعا انا معيش فلوس اصلا. لا كتير قوي، مش بتاعتي والله يعني، تلاقيها بتاعت حد تاني. لا هي اكيد وقعت منك. لا ده كتير قوي. لا مش بتاعتي اقسم بالله. لا مش بتاعتك؟ لا طب يعني مش عارفه يعني الفلوس دي تكون بتاعت مين طيب؟ مش عارف، بس خليكي واقفه، اكيد اللي وقعت منه هيجي ويديها لك تاني. طيب ماشي يعني تاخديها له يعني. ماشي ما تحرمش منك ان شاء الله، انت هتقبل عشان انت حد كويس. الله يخليك. ان شاء الله ادعي لي بس. ان شاء الله هتقبل يا حبيبي، ربنا معاك يا رب. ايه ده؟ مساء الخير. استنى، انت ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ اهدى بس يا حبيبي ثواني، انا صاحبة المعرض و الانسة استهزأت بالست الغلبانة اللي كانت بتقولك 50 جنيه، استكبرتي عليها وسرقتي الفلوس. انا ما سرقتش فلوس. لا هي دي مش فلوسك، انا كنت بعمل اختبار لكل حد جاي يقدم في الشركة. لو سمحتي الفلوس اتفضلي. انت مرفوضة بالسلامة. يعني انا اترفض وتقبلي ده؟ مالكيش دعوة، ده امين، ده انسان محترم وامين بره. وانت كمان الفلوس اللي معاك اللي قبلتها على نفسك وهي مش فلوسك. والله انت فهمتيني غلط. لا حضرتك لو سمحت، الفلوس تطلب لك الامن. الفلوس. طب الفلوس ادينا بس فرصه ثانيه. الفلوس واطلع بره. طب جربيني في الشغل. لو سمحت بقول لك الفلوس تطلب لك الامن. الفلوس يلا كبروا على الناس. يلا انت حرامي. يعني انت انسان محترم اقعد. انت انسان محترم بجد ووجه مشرفه لاي حد هتشتغل بجد معاه. وبجد لو انت عامله فيا مقلب وبتطلعيني لا والله العظيم ابدا. لا انت انسان محترم وما قبلتش ان انت تاخد فلوس مش بتاعتك، فانا كده امن ان انت تشتغل معايا في المعرض، واعتبر المعرض بتاعك واعتبر المكان بتاعك وما تشيلش هم اي حاجه. انت انسان محترم وبجد وجهه مشرفه. ربنا يخليكي والله. ويلا بقى روح السكرتاريه عشان تستلم شغلك. ماشي، شكرا يا استاذ.